السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة أمولتي شانيل. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا حلوة ديال العيد بعجينة وحدة. غادي نخرجوا جوج ديال الأشكال اللي رائعين في المذاق. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. أول حاجة غادي ناخذوا هنايا عندي 125 غرام ديال الزبدة، وعندي جوج ديال القطع ديال الجبن المثلث. غادي نضيف عليهم واحد الساشي ديال الفاني. الا بغيتو تقدروا تدوبلوا الكميه وتخرجوا 4 ديال الاشكال. انا هنايا درت فقط نصف الكميه، خرجت جوج ديال الاشكال. عندي هنايا كاس ديال السكر سنيده. غادي نمزج هاد المكونات هادو بثلاثه حتى كيدخل هذاك السكر سنيده مع الزبده. العجينه ما فيهاش البيض نهائيا. صافي هنايا غادي نضيف كاس ديال الزيت النباتيه، العبار بكاس ديال العنبه. صافي وغادي نخلط هادشي كامل مزيان حتى كيولي عندي الخليط على شكل ديال البوماد. كيف قلت لكم ضروري من هاد العمليه هذه كنخلطوا هاد المكونات كاملين باش كيولي عندنا الخليط على شكل بوماد. نقدروا ندخلوا الدقيق كيف بغينا في هذا الخليط. اما الا خلينا هاد الزبده هذه فيها التكتلات فواخا كنديروا الدقيق ما غاديش يجينا الخليط هو هذاك. غادي يبقاو عندنا طريفات ديال الزبده، وبطبيعه الحال غادي يخسروا لنا حتى الشكل ديال الحلوه في الفران. اللي بغات تخدمها في الهاشوار تخدمها ماشي مشكل. صافي هنا بعد ما ولا عندي الخليط على شكل بوماد كيف ما شفتوا، غادي نضيف واحد العلبه ديال الياغورت. انا ضفتها انا بالنكهه ديال البنان. تقدروا ديروا اي نكهه بغيتوا، اولا تقدروا ديروا دانون طبيعي يعني ما فيهش النكهه اللي بغيتوا. صافي غادي نخدم هادشي مزيان على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. كيف قلت لكم تقدروا تخدموها في الهاشوار، كتسهل عليكم القضيه. هنايا غادي نضيف نص كاس اولا كاس لاروب ديال النشا. انا هنايا عندي الكاس هذا صغير على الكاس ديال العنبه. هاد النشا هذا الدور ديالو هو انه كيهشش لينا هاد الحلوه هذه. صافي كنخدم عاوتاني هذاك الشيء مزيان. اي مكون زدناه كنخدمه. صافي هنايا مباشره كنبدا كنضيف الدقيق. هنايا الكميه ديال الدقيق نتوما كتحكموا فيها يعني على حسب نوعيه الدقيق اللي عندكم. عندي هنايا واحد جوج اكياس ديال الخميره د الحلويات بالوزن ديال 8 غرام، يعني في المجموع عندي 16 غرام. غادي نزيدهم حتى هما. صافي وكنبدا كندخل هاد المكونات بعضياتهم حتى كنحصل على واحد العجينه اللي كتكون رطبه متماسكه، يعني ما كتكونش قاصحه بزاف حيت باقيين غادي نكهوها. هاد العجينه هذه ما كتبغيش تدليك، غير كندخلوا هذوك المكونات بعضياتهم فقط بالاصابع ديالنا، حيت الا دلكناها غادي تبدا كتطلق لنا الزيت وبالتالي ما غاديش تجينا العجينه هي هذيك. فين ما خصنا الدقيق وكنحسوا بالعجينه يعني باقي تلصق في اليدين، كنضيفوا الدقيق شويه بشويه. شفتوا انا راهي كنجمع العجينه ما كندلكها ما حتى حاجه. صافي هنايا بعد ما حصلت على عجينه اللي كتكون رطبه غادي نقسمها على جوج. شفتوا العجينه راه رطبه بزاف. هنايا الجزء الاول غادي نضيف ليه كاوكاو والزنجلان اللي طحنتهم مع بعضياتهم. كتضيفوا الكميه اللي بغيتو يعني حتى كتحصلوا على عجينه اللي ما كتكونش قاصحه. كنحاول غير ندخل هذاك الكاوكاو والزنجلان يعني ما ندلكش. الا دلكنا العجينه غادي تطلق لينا الزيت وما غاديش تجينا هي هذيك. تقدروا تنكهوا باي حاجه بغيتو. انا ما عنديش يعني ماشي بالضروره ديروا نفس داكشي اللي درت انايا. تقدروا تضيفوا كاوكاو، تقدروا تضيفوا اللوز محمر ومطحون، تقدروا ما ديروش كاع المكسرات، ديروا مثلا نكهات اخرى بحال نكهه السيترون، نكهه الليمون، فلون كراميل، بيرميسيل شوكولا. يعني اي حاجه بغيتوها تقدروا ديروها، ماشي بالضروره انكم ديروا نفس داكشي اللي درت انا. صافي هنا بعد ما دخلت ليها هذا الكاوكاو والزنجلان يعني هذه ما بقاش خاصها الدقيق. صافي هذا هو القوام ديالها.
داكشي اللي خاصها ديال الدقيق اللي ما ضفناش ليها في الاول. صافي كيعوضوا لينا هذا الكاوكاو والزنجلان. بالنسبه لهاد العجينه الثانيه غادي نضيف ليها فلون كراميل، كيعطيها نكهه زوينه. انا هنايا ما اكتفيتش يعني بفلون كراميل، فكانت عندي النكهه ديال السيترون، زدت واحد شويه، وكنبداو بطبيعه الحال كنضيفوا الدقيق شويه بشويه حتى كنحصلوا على عجينه اللي كتكون مقاصحه مرطبه، يعني كتكون القوام ديالها هو هذا، كنقدروا نشكلوا منه الحلوى بلا ما تعذبنا. كيف قلت لكم ضفت النكهه ديال الحامض، كتضيفوا شويه هنايا كتعطيها واحد المذاق رائع مع النكهه ديال الكراميل. صافي وكنزيد شويه ديال الدقيق حيت هاد النكهه كتكون سائله. صافي وغادي نجمع هاد العجينه مزيان. كيف شفتوا راه ما كندلكش بزاف، يعني راه كنخدم غير باطراف الاصابع. صافي هنايا هاد العجينه الاولى اللي ضفنا ليها الكاوكاو والزنجلان غادي نديرها على شكل ديال هلال بهاد الطريقه هذه. انا غنوريكم حبه حبه من كل حاجه باش ما نطولش عليكم الفيديو. كنديرها على شكل هلال بحال هكا، وكنديرها في اللاطه ديال الفران. راه ساهلين هاد الاشكال بزاف، تقدروا ما ديروش الهلال، ديروا شي شكل يعني اللي بغيتو نتوما عندكم في بالكم. صافي وهاد العجينه الثانيه هذه غادي ندير منها شكل عادي، يعني دوائر عاديين بحال غندير الغريبه، وغندير لهم بحال هاد الشكل هذا ونحطهم في اللاطه ديال الفران. غنبسطها هكا حيت مازال غادي نتنفخوا في الفران. صافي بعد ما كنكمل راه كنشعل عليهم الفران حتى كيطيبوا كيتحمروا. هنايا بعد ما طاب هذاك الهلال كيف شفتوا غادي نفندو في سكر كلاصي. كنفندوه في سكر كلاصي هو سخون، يعني باش يبقى شاد لينا السكر، الا خليناه حتى برد ما كيلصقش عليه السكر. يعني راه كتخرج كميه ما شاء الله ديال الحلوى فقط بنصف المقادير، يعني 125 غرام ديال الزبده. الا درنا 250 غرام راه غتعطينا كميه مضوبله. هاد الكميه اللي غتخرج ليا دابا انا مضوبله. بالنسبه للشكل الثاني فذوبت الشكلاط، هنايا الشكلاط اسود ذوبته في باماغي، وغادي ندوزو في الشكلاط. غادي ندوزو عفوا في الشكلاط. غادي ناخذ هكا حبه نحطها فوق فورشيط، وغادي نخوي عليها الشكلاط من الفوق، ونحط هاد ورق الزبده هذا باش منين نبغيو نحيدو الحلوى كتحيد معنا بسهوله. تقدروا ديروا النص في الشوكولاط كحل والنص دهنوه بالكونفيتير وديروا ليه الكوك اولا كاوكاو، يعني نتوما على حسب اللي عندكم في البيت. يعني ماشي ديروا هاد المقادير، هاد يعني هاد الزين هذا اللي درت انا. هنايا غادي ناخذ واحد الحبيبات كانوا عندي وغادي نضيفهم من الفوق ديال هذاك الوجه ديال الحلوى. داكشي باش قلت لكم التزيين كيبقى اختياري وعلى حسب داكشي اللي عندكم نتوما في الدار. صافي كنكمل الكميه اللي عندي كامله. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديال اليوم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، صراحه كتجي رائعه في المذاق. ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد بحول الله.